السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى معانا فيديو متنوع كده، كله افكار حلوة ان شاء الله هتفيدك. النهارده هنشوف مع بعض بقى ازاي ننظم يومنا، وازاي نرتب اولوياتنا، وازاي نوفر ونملى بيتنا خير باقل امكانيات واقل مبلغ موجود معاك. يعني مثلا هقولك ازاي تعملي اكلات تكفيكي لحوالي نص الشهر بلحوم واسماك وفراخ ب 500 جنيه بس. هنجيب الحاجات دي مع بعض وهنقسمها وهنفرزها، وكمان هشارك معاكم تنظيفات اللحوم والاسماك والحاجات دي عشان البنات المبتدئه لسه جديد. وهقولك بقى ايه الخطوات اللي تمشي عليها لما تكوني هتنضفي لحوم وهتفرزي حاجات زي كده، عشان برضو البيت عندك ما يتبهدلش وما يتكركبش والشغل ما يتراكمش عليكي. وهنعمل مع بعض احلى غدا اقتصادي على قد الايد، مش مكلف خالص، واحلى من اكل المحلات. لا، اكل المحلات ايه ده، احلى من اكل الفنادق كمان، ومن غير وقت ولا مجهود. بس قبل ما نبدا تفاصيل يومنا، تعالى افكركم باللايك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بكومنت حلو كده منكم. ولو انت اول مره بتشوفيني، خدي جوله في القناه كده، وان شاء الله لو عجبتك شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا بقى اقول لكم على اول فكره معانا النهارده. طبعا انا كنت عارفه من بالليل ان انا هنزل السوق اشتري شويه لحوم كده وشويه حاجات وهاجي انضفها، فكان لازم اهم حاجه ان انا اكون مظبطه المطبخ بتاعي من بالليل، ما يبقاش ورايا اي مواعين ولا اي حاجه، ماشي، عشان ما بهدلش المطبخ معايا وعشان ابقى واقفه رايقه كده وانا بنضف اللحوم. زي ما انتم شايفين معايا المطبخ كده ما شاء الله. طبعا نزلت اشتريت الحاجات الصبح الاول وجيت طلعت بقى، ده كان كيس لحمه مفرومه عندي كده ربع كيلو، طلعته من الفريزر عشان يفك، عشان برضه قبل ما ابدا في تنظيف اللحوم والحاجات دي لازم ابدا اجهز الغداء الاول. يعني لازم كده نرتب اولوياتنا ونشغل دماغنا كده ونشوف ايه اللي يتعمل الاول وايه اللي يستنى شويه. طبعا الواحد لما بيبدا في تنظيف اللحوم دي بتاخد منه وقت كبير، بقى بتغسلي الحاجه وتنقعيها وكده. فطبعا لازم نبدا نعمل الغدا الاول قبل ما يتلخم في الحاجات اللي زي كده. وطبعا من ضمن الاولويات الغسيل. طبعا لازم يتنشر الصبح بدري كده عشان ياخد الشمس كده ويتهوى معانا. وما ينفعش كمان يقعد في الغساله وقت كبير، لان بشغل الغساله بالليل، فلازم لما اقوم من النوم الصبح انشر الغسيل على طول، عشان ايه؟ ما بيقعد في الغساله بيعمل ريحه وحش. فنشرنا بقى شويه الغسيل دول كده، ما خدوش في ايدينا حاجه. وعندي بقى الغسيل اللي عايز يتطبق كان منشور قبل ده يعني. عايز اقولك بقى على حاجه، الغسيل طبقيه على طول وانت قاعده في الصاله، يعني طالما مش بيجيلك ضيوف على طول، لان الغسيل لما بيتحط على السرير بيتكون بقى، وبص تلاقي ايه، حبه ورا حبه كده، لما الغسيل يتقل عليكي ويبقى كتير ويبقى شكله وحش على السرير وتبقي مش عارفه تتخلصي منه. تمام. فانا زي ما قلت كده هم حبه صغيرين طبقتهم وانا قاعده كده على طول. بس طبعا انا في الوقت دوت حطيت اللحوم اللي انا جبتها في التلاجة، مش هينفع خالص ان حاجه تتساب بره لان الدنيا حر، ماشي، وممكن حاجه ريحتها ايه تتغير معاكي. فعشان كده انا بقولك نرتب اولوياتنا، اللي هو ايه، تشوفي ايه اللي ممكن يتعمل زي ما بقولك وايه اللي يستنى شويه. وبالذات اليوم اللي هو بتاع تنظيف اللحوم دوت، او اليوم بتاع السوق دوت، ماشي، لازم تبقي مرتبه اولوياتك كده وعارفه انت هتمشي ازاي، عشان اليوم ما يتلخبطش معاكي والشغل يتكوم عليكي وتلاقي نفسك بقى متوتره ومش عارفه تنجزي الشغل اللي وراكي. انا كده بقى طبقت الغسيل كله يا بنات، هروح بقى ارصه في الدولاب. وطبعا انا في اليوم ده برضو اللي انا بنزل في السوق دوت او بنضف فيه اللحوم، انا مش بروق الشقه ترويق كامل يعني، بساوي الدنيا كده بس على الماشي. تمام. طبعا ايدي في الشقه على طول. وتعالوا بقى نشوف النهارده الغدا بتاعنا. احنا هنجهز كده حاجات بسيطه للغدا، وبعد ما ننضف اللحوم هنكمل ايه بقيه الغدا بتاعنا. اول حاجه النهارده انا هعمل كفته يا بنات. معايا ده ربع كيلو لحمه مفرومه. بحط عليه كده بصلايه كبيره مفرومه برضو او مبشوره بالمبشره، ومعايا مج فول صويا بكون منقيه غسلاه كويس ونقعاه ومصفياه كويس جدا. والبصله برضو تكون معصوره يا بنات، يعني مش عايزين ميه خالص. طبعا بننزل بقى بالبصله والفول الصويا على ربع كيلو لحمه مفرومه، وننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي فلفل اسمر، قرفه، جنزبيل، 7 بهارات، شويه كاري، طبعا الملح بتاعنا. وهنزل عليها بكوبايه زبادي بلدي، مش كوبايه كامله يعني ايه، نص كوبايه كده، لان طبعا انا معايا ده ربع لحمه مفرومه مش نص يعني. تمام. فما تحطيش الكوبايه كلها. ونحط معلقه بيكنج باودر ونقلب بقى كويس كده. دلوقتي انا حطيت شويه ملح تاني وشويه فلفل اسمر، لان ايه، حسيت ان هي محتاجه شويه ملح. وبحط بقى شويه زيت كده. وبعدين بقى بصي، مش هينفع نقلب بالمعلقه، لازم ايه تعملي بايدك كده، تعجنيها عجن كده، يعني احنا عايزين اللحمه تفتل معانا. فاهمين؟ بصي زي ما انت شايفه كده. فطبعا المعلقه مش هتخليها توصل معاكي للقوام ده. لو لقيتيها بقى طريه شويه كده زي ما انت يعني شفتيها معايا كده، بحط لها بقى ايه معلقه فيجيتار. الفيجيتار اللي هو السايب دوت، او ممكن عادي اللي هو المغلف. تمام. هيخلي القوام بتاعها حلو، ولما نيجي نصبعها ما تبقاش طريه معاكي وتقع من على من السيخ بتاعها يعني. جبت بقى صينيه كده دهنتها كده بالزيت كويس. ودي بقى ميه البصل اللي كانت معانا. بحط ايدي كده فيها وابدا بقى ان انا اخد ايه قطعه اللحمه كده واصبعها. بس المره دي بقى انا مش هصبع على
سيخ يعني اللي هو بتاع الشوي دوت. انا هعمل على خله اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي. تمام. واصبع زي ما انت شايفه كده، احط ايدي في ميه البصل. تمام. وابدا برضو ان انا ايه اصبع كده، وتيجي عند الصباع كده من النص وتضغطي من النص كده، هيديك طبعا شكل الكفته اللي هي الجاهزه. تمام. وعادي قربيهم من بعض، مش لازم يعني تعملي مسافه كبيره لان كده كده يعني مش هتزيد. احنا بنحط البيكنج باودر دوت بينفشها شويه، ما يخليهاش مكتومه كده، بيخليها هشه معاكي كده، وفيها المطه اللي بتلاقيها في الكفته الجاهزه دي. تمام. كملتي بقى الصينيه كلها كده بالشكل ده زي ما انت شايفه. وبصوا بقى ما شاء الله الكميه يعني من ربع لحمه مفرومه، وكانت طعمها تحفه يا بنات. الربع لحمه مفروم ما شاء الله فيه بركه. ليه؟ لان انا بجيب اللحمه حمراء، يعني مش بجيبها فيها دهون كتير، لان الدهون دي بتسيح في الاخر وبتخلي اللحمه معاكي كميه قليله. فانت تجيبي اللحمه حمراء وتحطي بقى الماده الدهنيه دي من عندك في البيت، معلقه زبده، معلقه سمنه، او لو عندك دهنه في التلاجة مثلا تحطيها. وكده بقى انا هحطها في التلاجة لحد ما اخلص تنظيفات اللحوم ديت. يبقى كده معانا جاهزه على السوا على طول. وهنعمل جنبها شويه رز بسمتي كده، هتشوفي معايا في اخر الفيديو. وتعالوا بقى نشوف بقى المشتريات اللي جبتها النهارده. بصوا بقى يا بنات، انا هقول لكم الحاجات اللي انا جبتها بالوزن وبالسعر، ماشي؟ واحسبوا معايا عشان نشوف المبلغ زي ما قلت لكم ولا لا. معايا كده اول حاجه دي اجنحه، بس ما شاء الله الاجنحه دي بصوا بيقطعوها كده بالكتف من فوق، يعني تحس ان كده جناح ما شاء الله في بركه كده وحلو. ده كيلو اجنحه عامل 60 جنيه. تمام. الفراخ اليومين دول رخصت شويه. ده بقى كبد وقوانص، ده كيلو الا ربع عامل 70 جنيه، لان الكيلو عامل 90 جنيه. تمام. يبقى كده كام يا بنات؟ احسبوا معايا. قلنا 60 و70 يبقى 130. بصوا بقى دي اللحمه بتاعه الجيش، اللحمه اللي هي بتبقى في الاكشاك اللي هي عند محطات المترو كده يا بنات. كان حد جاب منها وقال لي ان هي جميله وممتازه، يعني في الاكل طعمها حلو جدا وما بتاخدش سوا كتير ولا حاجه. فقلت هجربها معايا المره دي، يعني طبعا ان شاء الله هقول لكم عليها برده لما نجربها. فانا جبت نص كيلو مكعبات ونص مفروم، وجبت كده ايه ده يعني حوالي 350 جرام اللي هو الستيك يعني، او اللي هو زي البفتيك ده. تمام. هقول لكم برده هعمل بيهم ايه. النص المفروم ب90 والنص المكعبات ب90، والستيك ده او البفتيك كان عامل 60 جنيه. ومعانا بقى كمان سمك بوري. عايزه اقول لكم السمك الاسعار فظيعه جدا اليومين دول. السمك البلطي عامل 90 و80. السمك البوري لقيته عامل 130 وفي ب120. انا جبت ابو 120 لان انا مش عايزاه كبير قوي، مش بحس ان اللي هو السمك الكبير قوي ده مش بيبقى طعمه حلو قوي يعني. ده بالنسبه للبوري والتونه، بحب اجيب السمكيه وسط كده. طبعا هكلمك على كل حاجه بالتفصيل واحنا بننضفها. وتعالي كده معايا اول حاجه الاجنحه. طبعا بنخلص بقى من الريش كده. طبعا يا بنات انا بقول الكلام دوت للبنات المبتدئه اللي لسه ايه داخله المطبخ جديد، اللي ما عندهاش فكره عن التنظيفات خالص. تمام. بننضف الريش كده وفي بيبقى في عرق كده عند الجناح كده من فوق، طبعا لازم نشيله. ما تاخدش وقت خالص في التنظيف زي ما انت شفتي كده، عملتهم كلهم بالشكل دوت. وهبدا بقى ان انا ايه بشطفهم شطفه كده واحطهم في المصفى، وابدا ان انا انقعهم بقى. طبعا محلول النقع بتاعنا ليمونه، شويه خل وشويه ملح، ونقلبهم كويس ونسيبهم ايه منقوعين حوالي مثلا ربع ساعه ولا حاجه. تمام. بصي بقى عايزه اقولك على التوابل ديت. دي توابل جديده اللي انا جايباها، كانوا بقى جايبينها لي في عيد الام، استعملتها على العيد. لما باجي افتح الغطا اللي فوق كده واجي انزل الملح، تحس الملح بيبهدل الغطا كله. فقررت بقى ان انا هفتح الغطا بالايه، الف الغطا كده واشيله خالص، يعني انا هشيل الغطا خالص واحط الحاجه اللي انا عايزاها، لان بيخلي التوابل بقى والحاجات دي بتخلي شكل البرطمان من بره شكله وحش جدا، وعايزه كل شويه تنضفيه. فانا بقول لك الفكره دي يعني لو انت عندك البرطمانات دي وبتضايقك في الاستعمال يعني. ودلوقتي تعالي نشوف بقى الكبد والقوانص. بنشيل القلب كده من الكبده. تمام. ونشيل بقى اي عروق سودا كده، عروق دم يعني. بصي بوريكي الكبدايه ديت، حطها لي في الميزان كده. طبعا الكبدايه دي بايظه انا رميتها. شوفوا لونها عامل ازاي. بقول لك على الفرق بين الكبده الحلوه والكبده اللي هي البايظه يعني. انا حتى ريحتها ما عجبتنيش كده، فانا رميتها عشان ما بوظليش الحاجه. ومعايا بقى القلب دوت لازم تفتحيه نصين كده. تمام. عشان يبقى فيه عروق دم ايه حابسه من جوه كده. تمام. اهو بصي تيجي من النص كده وتفتحيه بالسكينه وتطلعي بقى كل العروق اللي جوه دي، ما تعمليش القلب سليم خالص. بنيجي بقى القوانص يا بنات. بصوا بنشيل فيه جزء كده بيبقى هو سايبولك في القنصه كده، لازم تشيليه خالص وترميه لان بيزفر القوانص والكبده. وتتخلصي بقى من اي دهون على الكبده، من على القنص قصدي من بره، ما تخليش اي دهون خالص زي ما انت شايفه كده. وتبداي بقى من جوه تكحتي بالسكينه كده. بصوا ابقى مايلك السكينه كده هتشوفي اللي هيطلع. لازم ده كله يتشال، تمشي على قطعه قطعه كده في القوانص، ما تسيبيش اي حته فيها، لازم تكحتيها كلها بالسكينه. بصوا بقى الفرق بين اللي اتعملت وبين اللي لسه ما اتعملتش بعد ما كحتناها. بصوا يعني ما شاء الله كده الفرق ايه طبعا باين. خلصتهم بقى كلهم اهو يا بنات. ودي كانت عندي بقى ايه كبدايه كده وقنصه وقلب بتوع البطه اللي عملتها يوم وقفه العيد. ماشي. انا بحب اشيلهم كده مثلا ايه ازود بيهم الكميه لما اكون جايبه كبد وقوانص زي كده. طلعتهم بقى من الفريزر بس هم لسه ما فكوش قوي.
وطبعا طبيعي بتبقى القوانص والكبده بتوع البط بيبقى لونها غامق شويه. عملتهم بقى كلهم زي ما انتوا شفتوا كده، ونقعتهم برضو بنفس الطريقه بالخل والملح والليمون، عليهم شويه ونسيبهم بقى ايه حوالي كده ايه ربع ساعه ولا حاجه. طبعا كانت معايا الاجنحه خلاص كده ايه اتنقعت في خيط وقتها، وبقت ما شاء الله معانا زي الفل كده. هصفيها بقى واشوفها كذا مره كده ونسيبها ايه تتصفى. وطبعا معانا لسه الكبده القوانص طبعا لسه ما خدتش وقتها. تعالوا بقى هقولك انا هقسم اللحمه المفرومه دي ازاي. ده نص كيلو بنات، انا هقسمه على 2 زي ما هو في الطبق كده، وهبدا اخد بقى ايه كل ربع احطه في كيس. تمام، لان انا هعمله برضو على وجبتين. الاطباق بتاعت اللحمه دي يا بنات ده ب90 زي ما قلت لكم، والمكعبات برضو ب90، واللي هو البفتيك ب60. يبقى 90 و90 180 و60 240. ده بالنسبه للحوم. تمام كده طلعنا 3 وجبات من 240. والاجنحه كده خلاص اهي هعبيها بقى في العلبه بتاعتها. تمام، قلنا 240 والاجنحه ب60، يبقى كده 300 جنيه. تمام، الكبد والقوانص بقى خلاص اهيت اتنقعت وخدت وقتها. بصوا برضو بقى زي الفل ازاي. هشوفها برضو بنفس الطريقه واحطها في المصفى الصفه. وقلنا الكبد والقوانص ب70 جنيه، يبقى معايا 370 كده، هناك 300 وادي 70 يبقى 370. والسمك يا بنات انا جبت السمك، هقول لكم بقى انا جبت السمك ازاي. الاول بس عبيت الكبد والقوانص كده بعد ما سبتها تتصفى. وخليكي فاكره ان احنا قلنا هناك في ايه الحساب 370. تعالوا بقى اقولك السمك البوري. طبعا احنا بتقولي احنا عايزين نوفر، والسمك البلطي ب90 والسمك البوري ب120. طب احنا كده وفرنا ازاي؟ لان انا لو جبت دلوقتي 6 سمكات بلطي هيعدوا معايا 200 جنيه، لان السمك البلطي ما شاء الله كبير وبيوزن، يعني تقيل وبيوزن معاكي. انما السمك البوري دول 6 سمكات عاملين معانا 155 او 157 حاجه زي كده، يعني مش كتير. لو هتحسبيها هتلاقي السمك البلطي كان هيقطع معايا مبلغ اكتر من كده. بنبدا بقى الاول نشيل الزعانف كده. تمام، ونقشر القشر من بره كده بالسكينه او بالمقشره، وتنضفي بقى القلب كله من جوه كده، تشيلي ما تسيبيش اي حاجه جوه خالص في السمكيه كده. انا هعملهم كلهم يا بنات بالشكل ده كده، وانضف القلب من جوه. وبعدين بقى هبدا اشيل ايه الدم كده وايه، وانضف السمك كويس من جوه. بصوا بقى الفرق بين اللي اتنضف وبين اللي لسه. تعالي اقولك بقى انا اسهل حاجه بعمل بيها بنضف بيها السمك فرشه الاسنان يا بنات. انا عندي فرشه اسنان مخليها لتنظيف السمك بس، وجايباها جديده مش مستعمله. تمام، وبخليها للسمك بس. ببدا اشيل بايدي كده اي حاجه سهله يعني ان انا اشيلها بايدي، والحاجات اللي بتبقى في السلسله بتاعه السمكه كده، او في الشوكه يعني في الظهر دي، بعملها بايه بالفرشه دي. اسهل حاجه هتطلع معاكي كل الدم اللي هو ايه صعب ان انت تطلعيه ده. الفرشه ما بتخليش اي حاجه يا بنات. امشي عليها بقى كده ايه على البطن كلها من جوه والراس كده، وشوفي السمكيه كويس وبقت معانا زي القشطه اهي. هنحط برضو نفس المحلول بتاع النقع، هنحط برضو الخل والملح والليمون. وانا قلت كده السمك ده عامل 155. وهناك قلنا 370، يعني المبلغ كله 525 جنيه. هنشوف بقى عملنا منهم كام وجبه. ومعايا السمك كده بعد ما نقعته شويه غسلته كده برضو كام غسله تاني، وسبته بقى يتصفى يا بنات. وهبدا بقى ان انا ايه احطه في كيس كده عشان ايه نفرزه. وتعالوا بقى نشوف بقى النهارده الحاجات اللي فرزناها ديت ما شاء الله هيت. حطيتها كلها كده زي ما انتم شايفين في علب. معايا كده السمك. تعالوا بقى نعد كده كام وجبه. ادي كده ايه السمك كده ايه وجبه، واللحمه المفرومه وجبتين يبقى كده 3. الاجنحه يبقى كده 4. اللحمه المكعبات يبقى كده 5. تمام، الكبد والقوانص يبقى 6، واللحمه اللي هي البفتيك دي يبقى كده 7. معانا 7 وجبات لحوم. يعني لو عملت يوم ويوم لحوم هتقعد معاكي نص الشهر، وممكن تعملي مرتين بس في الاسبوع لحوم، هتقعد معاكي طبعا وقت اكبر منك. وطبعا كلها وجبات كويسه جدا، وهتكفي معاكي 6 افراد. وان شاء الله هعمل معاكم الوجبات دي عملي، وهتشوفوا هعملها ازاي. يعني مثلا البفتيك ده انا مش هعمله بفتيك، انا هعمله في حله ورق عنب. بحطه في الحله من تحت كده، واعمل الورق العنب فوقيها، وهتشوفوها معايا ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الغدا بتاعنا كده بعد ما شلنا خلاص الحاجات بقى في الفريزر ايه عشان تتجمد معانا. انا بقى طلعت بتنجان من الفريزر كده، انا هقطعه حلقات كده وهقليه. والكفته بقى يا بنات انا حطيتها في الفرن اهو. ما شاء الله استوت وخدت معايا لون حلو، يعني بتستوي في الفرن كده على الرف اللي في النص، وارجع احطها على الرف اللي فوق. مش بولع الشوايه عشان ما تنشفش يا بنات، هي بتتحمر لما احطها على الرف اللي فوق كده ويكون الفرن والع. بجيب بقى حته فحميه كده اكون مسخناها على النار من فوق، واحطها كده في فويل كده، واحط عليها شويه زيت بقى هتدخن تديكي ريحه الفحم كده ايه، وتبقى زي الكفته الجاهزه. وطبعا بقى عملت معاها شويه رز بسمتي، وعندنا كان عندي سلطه بابا غنوج في التلاجة، طلعتها حطيتها، وجبت شيبسي جاهز كده. يعني مش فيش بقى وقت ان انا اعمل بطاطس واحمرها، عشان بصراحه كنت هلكت وتعبت جدا من الوقفه. قطعنا بقى خيار كده جنب الكفته. ما شاء الله كان غدا جميل جدا. وعملت شويه سلطه طحينه كده، كان عندي طحينه كنت عاملاها معاكم في رمضان.
عملت سلطه الطحينه سهله كده، ما خدتش في ايدي 5 دقايق. وبكده يا بنات اكون انجزت شغل بيتي كله وعملته، عشان انا رتبت اولوياتي من اول اليوم وعرفت انا هعمل ايه. وكمان لما تكوني زي ما قلت لك كده هتعملي شغل في المطبخ، يعني تنظيفات لحوم وكده، لما يكون المطبخ رايق بيفرق معاكي كتير. واتمنى تكوني استفدتي معايا والفيديو عجبك النهارده، واسيبكم في امان الله وفي حفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.